ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. حلقة جديدة بعد فترة توقف، ودايما لما بيحصل فترة بنوقف فيها الحلقات بيبقى في صعوبة في أول حلقة بعد الفترة دي. والصعوبة مش في إن الواحد يلاقي موضوع يتكلم فيه، لأن عالم الكتب هو عالم لا نهائي، لكن الصعوبة في إنك تلاقي في كتاب ما جرعة الحماسة والانفعال اللي أنت محتاجها عشان تبتدي. وفضلت أتنقل بين الكتب لحد ما لقيت اللي بدور عليه في كتاب اسمه مكتوب على الجبين، حكايات على هامش السيرة الذاتية للكاتب وأستاذ علم الاقتصاد جلال أمين. من أغنى وأمتع أنواع الكتب اللي ممكن نعيش معاها هي الكتب اللي بتفتح المستودع الداخلي للأشخاص وبتكشف عن الحوار الداير جواهم، نقاط قوتهم، ضعفهم، بصمتهم الخاصة في الحياة. ومنها طبعاً كتب السيرة الذاتية اللي بنتكلم عنها دايماً، لكن كتب السيرة الذاتية عادة بتدور حول شخص واحد. لكن في كتب تانية تندرج برضو تحت كتب السيرة الذاتية، لكن مش بتتكلم عن شخص واحد، لا، بتتكلم عن مجموعة من الأشخاص. والكتب دي بتحمل تأثير متنوع وغني، وهي ممكن تتحط تحت عنوان حلقتنا النهاردة: الكتابة عن الآخرين. ومن الكتب دي هو كتاب مكتوب على الجبين لجلال أمين، إصدار دار الكرمة، نشر سنة 2015، وده آخر عمل اتنشر لجلال أمين كتبه وهو عنده 80 سنة تقريباً. والكتاب التاني هو كتاب رائع أيضاً لجلال أمين، إصدار دار الشروق سنة 2009، واسمه شخصيات مصرية فذة. جلال أمين بالنسبة لي هو كاتب درس الاقتصاد، مش رجل الاقتصاد اللي بيكتب. هو عنده قدرة على التحليل والحكي ممتعة جدا، وده اللي بيخلي كل كتاباته مميزة بالنسبة لي. يمكن نكون تطرقنا في حلقات قبل كده لكتب السيرة الذاتية الخاصة بيه والخاصة بوالده الكاتب والمفكر أحمد أمين، لكن الكتابين اللي هنتكلم عنهم النهاردة مختلفين تماماً، وبيحملوا طابع متشابه في الكتابة عن الآخرين. بيستعرضوا مجموعة من الشخصيات المختلفة، ومن أهم ما يميز كتابات جلال أمين عن الشخصيات إن هو بيمزج بين الخاص والعام، بيدخل القارئ بشكل سحري جوه الحكاية ويطلعه منها مستمتع ومستلهم لمعاني كتير وجميلة بأسلوبه الصادق المتعمق دائماً فيما وراء الأشياء. طريقته في توليف الخاص مع العام هي اللي بتشدني وبتميز كتبه في السير الذاتية عموماً. وعلى قد ما الكتابين دول شبه بعض في فكرة الكتابة عن الآخرين، لكنهم مختلفين أيضاً في حاجات كتير. من أهم الفروقات اللي بينهم إن الجزء الخاص والشخصي في مكتوب على الجبين طاغي أكتر، لكن كتاب شخصيات مصرية فذة هو كتاب أقرب للعام منه للخاص. كتاب شخصيات مصرية فذة هو بيكتب من منطلق إحساسه وتأثره عن الشخصيات العامة المتميزة في مجالات مختلفة، لكنه مش بيكتب عن تجربته الإنسانية معاهم. في شخصيات مصرية فذة جلال أمين بيحاول يوصل مع القارئ للجانب الفذ ومصدر التميز أو الإبداع في شخصيات معروفة زي سعاد حسني، صلاح جاهين، نجيب محفوظ، أو شخصيات مش معروفة لبعض الناس زي أساتذة في علم الاقتصاد منهم إبراهيم شحاتة، سعيد النجار، أو أدباء وصحفيين زي القدير أحمد بهاء الدين والصحفية نجلاء بدير. ونجلاء بدير كانت آخر شخصية في الكتاب، وكعادة كتب المبدعين دايماً الحلو بيتساب للآخر. وبالنسبة لي أحلى ما في الكتاب هو الفصل الخاص بنجلاء بدير، وقفت عنده واهتميت بيه جداً. يمكن ده لأني كنت بسمع الاسم من بعيد ومعرفش عنه غير إن اسم نجلاء بدير مرتبط بالصحافة، وحقيقي كان نفسي أعرف عنها أكتر، فكان بالنسبة لي الفصل الخاص بنجلاء بدير هو اكتشاف واستمتاع. نجلاء بدير صحفية غير مشهورة لكنها مميزة، تحمل شعار كده موجود في الأدب ما حملوش كتير من الأدباء، وهو الأديب الإنسان اللي بيستخدم الأدب بشكل إنساني جدا. بيحكي عنها جلال أمين بمنتهى العذوبة، وبيحلل منبع ومصدر التأثير الكبير والسعادة اللي بتسيطر على إحساسه لما بيقرأ لنجلاء بدير، واتكلم عن المقاطع الإنسانية اللي هي بتكتبها واللي صعب تصنيفها، يعني حاجة كده بين المقال والقصة. وجلال أمين ما وقفش كتير عند فكرة التصنيف بتاع كتابات نجلاء بدير، وقال إن الكتب توجد أولاً ثم يبدأ التصنيف وليس العكس، واعتبر كتابها اللي بعنوان بشر هو من كتب الأدب الرفيع. وزي ما كلمة بشر هي عنوان ملفت للنظر، فكمان عنوان خلق الله من العناوين المختلفة اللي كتبت تحتها نجلاء بدير مجموعة من الكتابات الإنسانية الصادقة. وزي ما هو باين من العنوان كده، نجلاء بدير بتكتب عن البسطاء بمنتهى العذوبة، بتتوحد مع مشاعرهم وبتنسج من حكاياتهم مادة يتأملها القارئ وتزود من إحساسه بالآخر اللي عايش معاه على الكوكب. بتبحث نجلاء بدير عن أبسط الحكايات الواقعية وأكثرها مثاراً للعجب في الصبر والاحتمال والتوائم والتكيف اللي بيمتلكه المصريين في التعامل مع ظروف الحياة المختلفة.
مش بس بتكتب عنهم، لأ بتدخل في حياتهم بشكل شخصي وبتساعدهم. لكن ده مش معناه أبداً إن كتابات نجلاء بدير هي جمعيات خيرية، لأ. المميز اللي كلمنا عنه جلال أمين في كتابات نجلاء بدير هو أسلوبها الأدبي الممتع الذي لا يخلو من كلمات عامية. وعلق جلال أمين على أنه رغم عدم حبه وتحمسه للكتابة العامية، إلا أنه كان بيقف عند مقالات وقصص نجلاء بدير ويحس إنها بتستخدم اللغة العامية في مكانها بالظبط، وإنه لما كان بيحاول يلاقي كلمة بالفصحى تعبر عن معنى مكان كلمة بالعامية استخدمتها نجلاء بدير، ما كانش بيوفق لده أبداً، وبيحس إن مفيش كلمة تانية تدي نفس التأثير. وبالعكس ده بيحكي إن ساعات كانت الشحنة اللي في الحكاية بتوصله أساساً من كلمة عامية معينة مستخدمة في القصة. وبيقول: لاحظت أني لم أشعر بالاستياء قط وأنا أقرأ عواميد نجلاء بدير، كنت أشعر دائماً وأنا أقرأ لها بحجم الخسارة التي كانت ستحدث لو لم تستخدم العامية في هذا السياق بالذات. والحقيقة إن عرض جلال أمين للشخصيات في كتاب شخصيات مصرية فذة بيخلينا ندور ورا الناس دي ونعرف عن إبداعهم وتأثيرهم أكتر، لأن الكتاب مش قايل عنهم كتير، الكتاب كله حوالي 100 صفحة، في حين إن الكتاب التاني مكتوب على الجبين هو حوالي 280 صفحة. الكتابين جايين من متعة واحدة، وهي متعة أسلوب جلال أمين في الكلام عن تركيبات البشر المختلفة. لكن نوع البشر اللي بيتكلم عنهم جلال أمين في مكتوب على الجبين مختلفين تماماً عن شخصيات مصرية فذة. مكتوب على الجبين شخصياته ملهاش علاقة بالحياة العامة قد ما ليها علاقة بحياة جلال أمين الشخصية والعائلية، شخصيات مش معروفة إلا لجلال أمين نفسه، لكنهم في نفس الوقت بيعبروا عن شرايح وأنماط كتير من البشر، ناس من مختلف الطبقات الاجتماعية والعلمية، تركيبات بشرية عرفها جلال أمين في مشوار حياته سواء عن قرب أو عن بعد، لكن كلها شخصيات فيها شيء من الغرابة لفتت نظره ووقف عندها وقرر يشاركنا تأمله وتحليله لهذه الشخصيات. وكعادة جلال أمين بيقف عند الشخصية بمنتهى الحيادية ويعرض ويحلل لحد ما يوصل معاك لتفسير منطقي لهذه الغرابة. وحيادية جلال أمين وموضوعيته بتخليك ما تصدرش أي أحكام على الشخصيات دي، ممكن تشعر تجاههم بنوع من التعاطف أو التفهم أو حتى الحيرة أو الاندهاش، أو تستمتع برحلة الكاتب في محاولة فك لغز الشخصيات، زي شخصية أخته فاطمة اللي كتب عنها وقال إنها لغز بكل معنى الكلمة، وإزاي إنها كانت تحمل نوع من العند ومشاعر التحدي دايماً تجاه والدهم الكاتب والمفكر أحمد أمين. وده يمكن من وجهة نظر جلال أمين كان راجع إلى قوة إرادتها اللي كانت دايماً نظرة والدهم المختلفة للبنت عن الولد بتستفزها وبتخلي عندها إرادة فيها قدر كبير من التمرد والتحدي، وده كان سبب في وجود توتر دائم بينها وبين الأب. وشرح جلال أمين جانب المشاعر في شخصيتها وإزاي إنها كانت قوية في مشاعرها، تحب جداً أو تكره جداً، مشاعرها حادة، وده في نفس الوقت كان بيخليها بالنسبة لهم شخصية صاخبة وممتعة ومثيرة للاهتمام. فكانوا إخواتها كلهم يحبوا يزوروها ويتلموا ويلعبوا معاها كوتشينة، وكانت بتبقى فرحانة جداً لما تكسب إخواتها الولاد وتثبت إنها أحسن منهم ولو حتى في لعبة كوتشينة. كانوا بيستمتعوا بصخبها وحماسها لما كانت بتتناقش معاهم في الأدب الإنجليزي أو تحليلها لشخصيات الأدب الروسي اللي كانت بتحب تقراه. ويحكي جلال أمين بمنتهى الطرافة عن إن رغم صخبها وحيويتها إلا إن كان ليها مواقف فصيلة وغير مفهومة، زي مثلاً إنها تعزم إخواتها كلهم عندها في البيت، تحضر لهم سفرة عامرة بالأصناف وقاعدين كلهم مبسوطين، وفجأة تقرر إن اليوم خلص وتقول لهم إنها خلاص تكتفي بهذا القدر من القعدة معاهم وإنهم لازم يمشوا. وبيتساءل جلال أمين عن إيه اللي كان بيخليهم يفوتوا لأختهم تقلباتها المزاجية والحدة والتطرف في مشاعرها، لكنه بيقول إنها في النهاية كانت صادقة جداً في مشاعرها وحقيقية، فكانت لما بترجع تعتذر ليهم بعد موقف زي ده كانت بتعتذر بشكل صادق يخليهم ينسوا أي حاجة هي عملتها. وبياخدنا جلال أمين بطريقة سرده الحيادية المتأملة دي من شخصية للتانية خلال كتاب مكتوب على الجبين. ولو هنسأل نفسنا إيه الدافع اللي خلى جلال أمين وهو في عمر 80 يفتح دفاتره القديمة ويكتب كتاب زي ده، هو الحقيقة ما سبناش نتساءل كتير، وقال في مقدمة الكتاب إن الدافع هو محاولة كتابة الحقيقة، أو زي ما قال: نقضي حياتنا ونكتب الكتب دون أن نقول إلا جزءاً صغيراً من الحقيقة. يمكن اللي بيوضح ويشرح الكلام ده أكتر هو الدافع التاني اللي قاله، وهو رغبته في إثبات اعتقاده الشخصي بأنه يكاد يكون من المستحيل أن نعثر على شخص مهما كانت أوجه قوته وجاذبيته لا ينطوي على أوجه ضعف مهمة. وقفت عند كلمة أوجه ضعف مهمة وبتساءل هل أوجه الضعف في الشخصيات ممكن تبقى مهمة؟ بلاقي إن الإجابة على السؤال ده هو يمكن من أهم الاستنتاجات اللي ممكن يخرج منها القارئ بشكل غير مباشر من الكتاب، لأن جلال أمين مع كل شخصية يقف عندها
بيبقى واضح لينا جدا إن نقط الضعف أحيانا بتبقى محفزة ودافعة في الحياة يمكن أكتر من نقط القوة. فهو كان عايز يكتب كتابة حقيقية، أشخاص حقيقيين زي ما عاشوا الحياة بواقعيتها، وده خلاه يكتب عن شخصيات مختلفة جدا عن بعضها، زي ما يكون بيكتب عن الحياة نفسها بأعجوبة التنوع اللي فيها من خلال كتابته عن الناس اللي عاشوها بأشكال مختلفة. زي مثلا السيدة الإنجليزية اللي كانت مدرسة بالجامعة الأمريكية وصديقة لجلال أمين وزوجته، وبعد فترة رجعت استقرت في إنجلترا، وكان جلال أمين وزوجته كل ما يسافروا إنجلترا في أجازة يعزموها ويتبادلوا الزيارات. ولاحظ جلال أمين من بداية تعرفه بيها إن عندها شعور قوي جدا وملحوظ بالواجب، شعور بيتماشى مع حاجة تانية لاحظها فيها أيضا، وهو خوفها الدائم من الإساءة لأي شخص في الحياة. بيوضح جلال أمين إزاي إن المحرك الأساسي لاختيارات الصديقة الإنجليزية في رحلة حياتها ما كانش شعورها أو رغبتها أو ميولها خالص، لأ، المحرك الوحيد والأقوى ليها من وجهة نظره كان إحساس الواجب. هل التصرف ده واجب أخلاقي عليها ولا لأ؟ وإجابتها عن السؤال ده هي اللي بتحدد اختياراتها. يعني ممكن تروح الجامعة وهي مريضة جدا وفعلا مش قادرة تقف لمجرد إنها ما بلغتش بمرضها قبلها بوقت كافي، أو إنها تسافر من إنجلترا لكينيا عشان تحضر مناسبة عزمتها عليها واحدة من قريبات زوجها السابق اللي كان من كينيا، فما تقدرش ترفض وتحس إن واجب عليها إنها تلبي الدعوة وتروح وتسافر عشان تحضر المناسبة دي. كل ده كان جلال أمين متفهمه إلى حد ما وموقفش عنده كتير، لكنه وقف في حالة ذهول أمام تركيبة هذه السيدة لما تبنت من كينيا 3 أطفال، ولدين وبنت، وخدتهم معاها إنجلترا وكرست حياتها لخدمتهم وتربيتهم لوحدها. ده بالإضافة طبعاً إلى وظيفتها في التدريس. بذلت معاهم مجهود كبير جداً، لكن للأسف الأولاد فشلوا في الدراسة وما قدروش يندمجوا مع المجتمع، والبنت اللي تبنتها خلفت طفل ما تعرفش أبوه وسابته للسيدة الإنجليزية ومشيت. والغريب إن الست رغم كبر سنها في الوقت ده تجربتها المحزنة مع الأولاد اللي تبنتهم، إلا إنها عادت المشوار من الأول تاني وبدأت تربي الطفل وتحملت مسؤوليته. كان بيحكي إزاي إنه كان بيشوفها وهي مجهدة جدا من العناية بالطفل، وفضل يحاول يلاقي المبرر اللي ممكن يخليها تعمل كل ده، ويتساءل عن الدافع لهذا النوع من الشخصيات بسؤال أعتقد إنه طلع بيه من الخاص إلى العام لما قال: هل هو شعور بالواجب أم هو تكفير عن ذنب لم ترتكبه وتظن أنها ارتكبته؟ أعتقد إن ناس كتير ممكن تلاقي إجابات خاصة بيها جوه السؤال ده. ومن مدرسة في الجامعة لشخصية حمامة، إنسان بسيط بواب العمارة اللي كان بيسكن فيها جلال أمين وإخواته ووالده ووالدته، شخصية فعلا تدعو للتأمل، لأن رغم المأساة فيها إلا إنك ما تقدرش تمنع نفسك من الشعور بجمالها. حمامة هو شخص مرمطون في الدنيا، رايح جاي يقضي مشاوير للجميع من بيت لبيت، ورغم كده عمره ما يناقشك في تكلفة أي مشوار، اللي بتديهوله بياخده من غير حتى ما يبان إنه مركز أو عارف أنت اديته كام. ما كانش عنده أي طموح لأي حاجة ممكن يعملها بالفلوس، بينام في أوضة في بير السلم، ياكل من الأكل اللي الناس في العمارة بيبعتوهوله، وأهم حاجة عنده كانت كوباية الشاي اللي ما بتسيبش إيده. وحمامة زي ما بيحكي جلال أمين في الكتاب ساكت معظم الوقت، ملوش علاقة بحد، كان مسالم جدا رغم إنه كان طويل وعريض وقوي البنية بشكل ملفت. ومن أكتر المواقف اللي ممكن تبين شخصية حمامة هو إن والد جلال أمين طلب منه مرة يجيب عربية تشيل كنبة كبيرة لحد النجار عشان تتصلح، واداله فعلا فلوس يأجر العربية. وبعد شوية حد منهم شاف حمامة شايل الكنبة على كتفه وماشي بيها لحد النجار، ولما سألوه ليه عمل كده قال لهم: وليه ندفع كل الفلوس دي في حاجة نقدر إحنا نعملها؟ ممكن حد يقول إنه عمل كده عشان ياخد الفلوس، لكن جلال أمين بيعتقد إنها طريقة تفكير ومنطق حمامة البسيط اللي كان عايش بيه. حمامة ما كانش عنده أي حاجة يعملها بالفلوس، ولا عنده عيلة ولا أخوات، ولا تفكيره جايبه لأي حاجة، لدرجة إن أخو جلال أمين اللي كان أستاذ في الجامعة كان ساعات يستلف من حمامة فلوس ويرجعها له تاني، تخيلوا. فحمامة كان معروف عنه إنه دايماً معاه فلوس مش بيعمل بيها حاجة، وإنه جهة آمنة ممكن تستلف منه بمنتهى البساطة. والظاهر إن الموضوع ده اتعرف على نطاق أوسع من العمارة اللي كان فيها، فمجموعة من الحرامية هجموا عليه في أوضته اللي في بير السلم وحاولوا يسرقوه، ومات حمامة وهو بيحاول يقاومهم. ساعات بحس إن الناس اللي زي حمامة جم الدنيا إثبات على إن في ناس بسيطة، وإن البني آدم ممكن يبقى بسيط جدا في تفكيره وفي حياته، بس غني وعنده براح داخلي يكفي الناس اللي حواليه. والحقيقة إن أنا ممتنة جدا للكاتب جلال أمين لأنه ألقى الضوء على شخصية زي شخصية حمامة. اللذيذ بقى في كتاب مكتوب على الجبين إن تقريباً كل الفصول مش بعنوان الشخصية اللي بيتكلم عنها جلال أمين، على عكس كتاب شخصيات مصرية فذة اللي عناوين فصوله بأسماء الشخصيات لأنها شخصيات عامة معروفة. لكن كتاب مكتوب على الجبين الكاتب مش قايل أسماء كتير من الشخصيات اللي بيحكي عنها، فتلاقي العناوين طريفة جدا، زي مثلاً انهيار عصبي، أنثى ضد جميع الذكور، مثقف لوجه الله، دبلوماسي بطبعه،
فالكتاب كله له طابع حميمي طريف جدا، لكن برضو آخر فصل في الكتاب يا جماعة زي ما كان بديع بالنسبة لي في كتاب شخصيات مصرية فذة، فهو أروع في كتاب مكتوب على الجبين، لأن جرعة المشاعر والحكي الخاص فيه أصدق وأعلى من أي فصل تاني في الكتاب. في آخر صفحات مكتوب على الجبين بيتكلم جلال أمين عن وفاة أقرب الناس ليه، والدته وأخوه حسين أمين، وهو رفيق دربه وأقرب إخواته ليه سناً وميولاً. صفحات بدأها جلال أمين بالكتابة عن فكرة الموت بصفة عامة، وبيقول: أعتقد أن خوفي من الموت يضعف مع تقدمي في السن، ولكن الحزن لسماع أخباره يزيد ولا يضعف. ثم ينتقل إلى حدث وفاة والدته، واللي عبر عنه بنشر الخطاب اللي بعته ليه أخوه حسين يحكي له فيه عن لحظة وفاتها، وكان خطاب مؤثر جدا ومليان تفاصيل كل تفصيلة ليها معنى. وبعدها يحكي جلال أمين عن حسين أخوه نفسه اللي حصل له أزمة صحية في آخر سنوات حياته، ورغم استقرار حالته إلا إنه فقد مع مرضه الإحساس بالحياة، ومبقاش مهتم بأي شيء، فقد الحماسة أو الرغبة في النقاش مع أخوه جلال اللي كانت دايماً زياراتهم ومكالماتهم كلها مناقشات حماسية في الأوضاع العامة. وفضل جلال أمين يدور كتير على أخوه حسين اللي هو يعرفه في كل مرة يزوره فيها أو يكلمه في التليفون، لكنه كان دايماً يزداد حزنه عليه ويحس إن أخوه اللي هو عارفه مشي وما بقاش موجود، ويقول: ما الذي بقي من حسين لي أو لغيري؟ هل الوفاة فقط هي الحادث المأساوي؟ وما هو بالضبط الذي يميز الشخص الحي عن الميت؟ لكن جلال أمين مش هيسيب القارئ عند هذا المقطع الحزين الخاص جدا رغم جماله، لكن هينتقل بالقارئ من الخاص إلى العام، ويتكلم عن لحظة وفاة أدباء معروفين زي تشيكوف الأديب الروسي، ويحلل ما كتب عن لحظة موته وإزاي تعامل مع فكرة الموت. ويفكر جلال أمين مع القارئ ويحلل ويوصل في النهاية لاستنتاج مريح بيقول فيه: فإذا كان التعاطف الحقيقي لا المصطنع مع الناس والزهد في تحصيل المال أو الشهرة وكراهية التسلط والبعد عن الحسد والغيرة هي الصفات التي نعتبرها من مكونات الحياة السعيدة أو من شروط الرضا بالحياة، فهل هذه الصفات نفسها التي تؤهل المرء لتقبل الموت بصدر رحب وبلا خوف؟ كل التحية والتقدير لقلم جلال أمين اللي قدم لنا محتوى غني بالبشر، وقدم لنا جانب من جوانب خبرته الشخصية في الحياة، فزودنا وكبرنا وخلانا نقابل ناس كان ممكن ما نعرفش نقابل زيهم، وفكر معانا في حاجات مش دايما تفكيرنا بيودينا ليها. وأعتقد إن دي واحدة من الفوائد الكتيرة للقراية. أتمنى تكونوا استمتعتم زيي بجولة النهاردة في دنيا جلال أمين. كانت معاكم ياسمين غبارة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.